التعطيل اللي تكلمنا عنها. في ناس الحين يقولون التعطيل وسووا مقابله مع بعضهم اثنين، يسال ذا يقول ايش رايك في رقيه التعطيل، وهذه اللي قاعد يقول تعطيل ما في. كيف ما في؟ كيف ما في؟ قال هذا قضاء وقدر. احنا عارفينه قضاء وقدر، احنا عارفينه قضاء وقدر، بس في تعطيل قاعد يصير. في بنات الان وصلوا ل 40 و 45 متعطلين عن الزواج، وكل ما يجي يخطب واحد يروح، وبعضهم تتزوج وتنفصل اليوم الثاني. هذا وش هو؟ عليكم السلام. لحظه، هذا وش هو؟ هذا تعطيل، هذا وجود اذى، في احد حاسدها وحد معطيها عينه وحد ساحرهم عشان ما يتزوجون. انا دخلت بيوت هذول الاثنين اللي يتكلمون لهم برقاء ولا شيء، يقول له ايش رايك في الرقاء اللي يقولون كذا؟ كيف راقي؟ في تعطيل، في تعطيل. انا دخلت بيوت العالم تعطله من السحر والحسد اللي قاعد يصير. ايش الحكي ذا؟ كل يوم ينزل لي مقطع مشغلنا يا ترقي زي الناس يا تسكت، لا تقعد تجحد تقول له ما في. كيف ما في؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان رقى النبي صلى الله عليه وسلم، رقي على النبي عليه الصلاه والسلام. ابو بكر كان من رقاة العرب، وكان ابو بكر من المعبرين ومن رقاة العرب في عهد الصحابه، في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. تواترت من ذيك الايام الى الان الرقيه الشرعيه موجوده. كيف هذا الكلام؟ كيف ما في راقي ولا في رقيه؟ اجل ايش قاعدين نسوي احنا؟ كل شيء احد طالع لي يدورون فهد القرني، هذا يبغون يصيدون علي شيء، بدل تصيدون علي شيء. ما عندي شيء انا عندي رقيه شرعيه. بعدين انا سميتها برقيه التعطيل لان الناس متعطلين. اما اللي داخلها يوم يدخلون داخل تلقون سوره البقره والصافات والحاقه وسوره الزلزله والصافات والواقعه والانفال. انا بعطيكم صور من القران، ما جبت لكم شيء من جيب عاظم من صور ابوي الله يرحمه. كل ذا من كتاب الله. وهذا عين، تفضلوا، هذا هو. هذه والله العظيم اليوم ارسلت علي. هذا خرج اذى من امراه لها سنوات تعاني، طبقت الرقيه. شوفوا هذا هو، شوفوا اللي طلع منها، تشوفون هذا هو. ارسلت علي تقول شوف ايش اللي طلع مني. كان وش كان اللون؟ كان هذا يطلع، تقول كان في البدايه قالوا عندها هبوط في الارحام، قالوا عندها هبوط بالرحم، ثم قالوا عندها تكيس، ثم قالوا عندها، ثم عندها، وبعدين قاموا يسووا لها ترفيع، ما استفادت شيء. بعدين دخلت تطبق الرقيه، ما هي برقيه فهد القرني، هذه ما هي لي انا، ما لي شغل فيها ولا لي علاقه فيها اطلاقا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. بس اللهم اني انا قلت لكم قولوا كذا، اقرأوا كذا فقط. انا ما اخذت الكلام هذا لي، بل بالعكس انا اتمنى انكم تسجلون وتحطونها بحساباتكم انتم وتنزلونها بعيد عني انا، وحتى اسمي لا تحطونه، لا تقولوا رقية فهد القرني ولا شيء، خلوها كذا تروح. اهم شيء يستفيدون الناس. انا يهمني بالدرجه الاولى العالم تستفيد، ما يهمني ان اسمي يطلع ولا ما يطلع، لانه في يوم من الايام فهد القرني يموت ويدفن وينتهي. لكن الكلام هذا اللي احنا قاعدين نسجل هذا يبقى ورانا انا وياكم الى يوم يبعثون، يتوارثونه اجيال في اجيال في اجيال في اجيال يستفيدون منه. اما اسمي راح ينتهي، راح يتبخر ابدا الى درجه انه ما يذكر اصلا. فمن الاجداد اللي الان سقط اسمه من بطاقات عيالنا، الان فيه من اجدادنا نزل اسمه من بطاقات اجدادنا، اللهم ان احنا نذكره، اما اسمه سقط. الموضوع موضوع احنا نبيكم بعد عمر طويل انا وياكم ان شاء الله اطاعه الله سبحانه، احنا نبي نوصل الفكره، ما هو بكل يوم واحد مفات العضلات ويسوي علي يبغى يصعد على حسي. اصعد يا الحبيب، والله ودي متابعينك، والله ودي متابعينك يصيرون بالمئات الملايين، بس عساك تفلح، عسى كلامك يكون جيد، عساك تفلح. بس مو بتقعد كل يوم تكي تلمح، فاهمينك ولا يهمني اصلا. والكلام هذا اللي ارد انا ارد على العموم، ما هو على واحد بس. في الرقيه هذه انا اللي قلت لكم عليها، هذا هو، هذا اللي خرج. كان اول ما بدا يخرج، طبعا هذه رساله وصلتني متاخره، طبعا خرج اول شيء اصفر، بعدين صار لونه ازرق، بعدين تحول الى اللون الاسود وصار بكميه اكبر وكانه قطعه الصلصال. تعرفون الصلصال؟ زي الصلصال طلع، خرج من اجلكم الله من الارحام، وبدات تحس براحه. هذا دليل على سوء موجود. اما السحر لا سمح الله، سحر الارحام، تعطيل عن الانجاب او تعطيل عن الزواج او امراض بالرحم. كم من مراه سوت عمليه بالارحام وفي النهايه انتقل الالم من الارحام حتى في منطقه ثانيه، سوت بالمبيض راح بالمبيض الثاني، سوت تكيسات، سوت كذا، كل شوي تسوي شيء ويتنقل. هذا دليل على انه مستحيل يروح ابدا الا بالقران، بكتاب الله يا جماعه الخير، بكلام الله. وبعدين ينزل يقول لا ما في رقيه شرعيه. من اللي قال لكم في تعطيل، ومن اللي قال لكم كذا، من اللي قال لكم يسوي فيها حبه وربع؟ كيف ما في تعطيل، وكيف ما في رقيه، وكيف ما في رقيه؟ وكل يوم ارقي هذا يتعب علي.